السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معكم محمد المحلاوي صاحب قناه المحلاوي ميديا وصاحب شركه ام جي لاستصلاح الاراضي بالفرافره. النهارده احنا كنا في مشوار كده، يعني بنزور مريض واحد صديقنا يعني، وقلنا نروح بالتوك توك من الفرافره للي صبيح. الاولاد يعني برضو عايزين، ولادي عايزين يتفسحوا، يعني مش عايزين يروحوا بالعربيه، عايزين يشموا هوا وفي نفس الوقت يعرفوا الحاجات اللي على جانب الطريق. كل الخير اللي انتم شايفينه ده، بسم الله ما شاء الله، كل ده على يعني مفيش نيل عندنا، مفيش بحر، مفيش اي حاجه في الوادي الجديد خالص. كله مياه جوفيه، كل اشجار، كل الحاجات دي مزروعه على مياه جوفيه. احنا هنا يعني بيقولوا ان احنا عايمين على نهر جاري متجدد، بل في الحقيقه هم بيقولوا عده انهار. وانا كان عندي، انا غاوي قراءه، يعني عندي حتى لما تيجي تخش في المكتب كده تبص تلاقي عندي كتب مرميه في كل حته. يعني ان شاء الله مستقبلا هبقى اعمل مكتبه كده في المكتب. غاوي قراءه كان عندي كتاب في الميه في الوادي الجديد. الكتاب ده بيتكلم ان في عده انهار، يعني بحر اول، بحر تاني، بحر تالت، بحر رابع، بحر خامس. احنا هنا نعرف البحر الاول اللي هو البير اللي نعمل فيه بير خباطه، البحر الثاني اللي هو بير بريمه، والبحر الثالث اللي هو بيعدي ال1000 متر. لكن ما نعرفش اكتر من كده. لكن في بحر رابع، في بحر خامس، بحر سادس. لقيته في الكتاب ده بس مش عارف هو فين. لو لقيت الكتاب ده ان شاء الله هعمل لكم عنه فيديو، وهو عندي بالتاكيد، بس اياك ما يكونش اديته هديه لحد. بس ما اعتقدش ان حاجه مهمه زي كده اعطيها هديه لحد. انا كان اعطي اي هديه ماديه الا في الكتب. في حاجات مهمه قوي قوي قوي. يعني انا كنت عايز ادرس الموضوع ده وبذلت مجهود عشان اجيب الكتاب ده عن الانهار، عن المياه الجوفيه في الوادي الجديد. وكتاب قديم من زمان، يعني مثلا من الاربعينات. خلاصة الكلام، احنا هنا عايشين في الخير زي ما انتم شايفين كده. على الشمال وعلى اليمين في كمان اسفلت. كل الخير ده طالع عندنا في الفرافرة. الفرافرة يا جماعة ما حدش يفكر ان الفرافرة احنا هنا يعني قاعدين في الجبل وفيه جلة والبهايم والناموس بياكلنا والديابة بتحاربنا. لا، احنا عندنا هنا مدارس، فيه مستشفيات، في بنوك، في بريد، في مطاعم، في ديليفري يجي لنا الاكل لحد البيت. في كل حاجة زي المدينة، زي المدينة. حتى البهايم والمواشي والحاجات دي ما بتشوفهاش في المدينة، بتشوفها في القرية. في واحد كل هنا من حق كل واحد ياخد حتة أرض من حقه، زي ما انتم شايفين في بيت أهو وأنا ماشيين على الطريق، من حقه يعمل فيها بيت يبني 2%، أو في ناس بتقول لك 2.5% و7.5% خدمات. في تلك الحالات حتى لو بنيت على 20% ما حدش بيتكلم في حاجة. ولو بنيت على 100% ممكن تقدم في المجلس وتعملها قرية وتعمل لها مدارس، تعمل لها كل حاجة. فمن يعني خلاصة الموضوع، موضوع البناء ده مش مشكلة. زي ما انتم شايفين كده في عربية نقل اهي بتيجي تشيل المحصول من عندك من الأرض، تمام، تطلعه بره. في زي ما انتم شايفين كده فيه ناس بتجمع برسيم، بتشتري برسيم حجازي بيبقى على الطريق اهو. بتعمل حاجة كده يعني، مش عارف بيسموها ايه، اهو برسيم حجازي اهو. ناس تشتري منك البرسيم حجازي وبتفكه وبتنشفه وتكبسه ويجي المستورد بياخد من، ويتعاقد معاه ياخد من هنا، او يجي المستورد يتعاقد معاك وانت تودي له لحد المينا. احنا هنا الفرافرة يا جماعة تعادل ربع مساحة جمهورية مصر العربية كلها، من اسكندرية لأسوان. الفرافرة حاجة يعني مش حاجة بسيطة، لا، الفرافرة مدينة مش كبيرة ومش صغيرة. قرى الفرافرة مهمة. قرى الفرافرة القرية الواحدة تقريبا في الحجم قد مركز الفرافرة نفسه. الفرافرة يا جماعة وقراها فيها كل الخدمات. يعني احنا عندنا في المحلة القرية ممكن ما تلاقيش فيها مستشفى، يعني عزبتنا اسمها عزبة محب جنب دمرو. ممكن قرية دمرو هي تلاقي فيها مستشفى، تلاقي مدرسة. ممكن تلاقي العزبة فيها مدرسة ابتدائي بس، أو مدرسة ابتدائي وإعدادي بس، ما تلاقيش ثانوي، ما تلاقيش. هنا في القرى في كل حاجة، في كل حاجة، كل المدارس ابتدائي إعدادي ثانوي. ممكن تلاقي هنا كل يعني الكوافرات، محلات طبعا الحلاقة دي موجودة حتى في القرى. أنا بتكلم على اللي هي الحاجات الترفيهية قوي، محلات الحلويات.
طبعا الجزارين والفواكه والحاجات دي كلها موجوده في القرى. بنتكلم على الايه، الخدمات الترفيهيه اللي بتاع البيتزا، الكلام ده موجود كل حاجه. بص شوف البرسيم وحلاوته. احنا بنقول هنا برضو في النخل. سبحان الله، ارض الفرافره دي ارض عجيبه جدا، لونها عجيب، تلاقيها مبيضه كده وتلاقيها لها شكل غريب كده، ودي تصلح لكل حاجه. يعني احنا هنا بنزرع المحاصيل والبرسيم الحجازي والفول، وبنزرع القمح، وبنزرع الذره، وبنزرع القطن، وبنزرع الرز. في ناس بتزرع الرز هنا، بس ده طبعا مخالف، وفي ناس بتعدي. فاحنا هنا بنزرع السمسم، بنزرع الاعشاب الطبيه، بنزرع. الله، هو انتوا بتزرعوا ايه؟ كل حاجه. نزرع البطاطس، نزرع البطاطا، نزرع فول السوداني، بنزرع نخل، ونزرع فواكه، كل الفواكه اللي هم بيقولوا يعني اللي ضعيف هنا شويه في الفواكه الرمان والزيتون. الزيتون طبعا مش فاكهه. المهم هو بتكلم على الاشجار، يعني بتكلم على الاشجار، حاجه اللي بتطلع في شجر دايما بنسميها فواكه. مع ان في حاجات من الخضروات ونقول عليها فاكهه، زي الستروبري اللي تسميها ايه، فراوله. فخلي بالكم الفرافره مدينه ممتازه. النبي عليه الصلاه والسلام هاجر من مكه للمدينه. احنا نهاجر هجرة داخلية احسن ما بنهاجر في بلاد حد تاني. هنا الارض كتيرة واسعارها رخيصة جدا. يعني انت بتاخد ارض صرف عليها على ال100 فدان او ال200 فدان ملايين، عشان البير والطاقة والطرق والمواسير والمحابس والغاطس والطرمبة وكل الاوراق والحاجات ديت. وبتاخد فدان ب40,000 بس، المحبس على راس الارض. او ممكن تاخد فدان مزروع تين شوكي ب52,000 من الشبكة بتاعته، اللي هي الشبكة اللي هي التنقيط. غير طبعا البير والطاقة والطرق والغطس والطرمبة والمواسير وكل الكلام دوت. ف يعني المكسب ممكن مش هقول لك قليل، لا، المكسب كتير ليك. ليه بقى؟ الفدان كان ب50,000، انت ممكن تجيبهم في زرعة. في ارض تاخدها مثلا فدان نخل، الفدان ده بالبير بالطاقة بالمواسير 2 شبكة، شبكة التين، شبكة نخل وشبكة تين أسباني. طب ليه تين أسباني تحت النخل بالذات؟ عشان النخل بيغيب على ما يطرح، فالتين أسباني بيجيب فلوس تصرف على الأرض وتصرف على صاحب الأرض. فالمقصود ان انت تحاول يبقى عندك ارض. ما ينفعش تبقى مصري وما عندكش ارض. امال تبقى مصري ازاي؟ تدافع عن ايه؟ يعني لازم يبقى عندك حاجة تحس فيها بالانتماء. يا جماعة انت تقدر، مفيش مستحيل. الفرق بين العاجز واللي يقدر، اللي يقدر عنده ثقة في نفسه وثقة في ربنا ان هو يرزقه ده. احنا هنا مستمتعين جدا. شوفوا الشاحنات معدية، العربيات اهيت، الخير هنا. مش عايشين في صحراء وضايعين. ولا يا جماعه، بص العربيات احنا كاننا عايشين في المحله، كاننا عايشين في القاهره، مفيش اي اختلاف خالص. حتى اللهجه هنا نفس لهجتنا في بحري، ونفس لهجه قبلي، لان الفرافره خليط من بتوع قبلي وبحري. عندنا هنا من جميع المحافظات، فهتلاقي الناس بتتكلم اللهجه العاديه جدا. المزيكا هي المزيكا، الصلاه هي الصلاه، اللبس هو اللبس. ما تحسش بغربه، الناس تحس ان هم قرايبك. هنا عشان كله شبعان، كل واحد في حاله، محدش بيبص لك. انت مش تحت المجهر. هنا يا جماعة في ناس عندها ب5,000 فدان و10,000 فدان، وفي شركات إماراتية عندها 40,000 فدان، شركات خليجية أو شركات مصرية كبيرة عندها برضو 20,000 فدان 30,000 فدان. فعادي، انت اما تيجي هنا انت مش تحت المجهر، محدش باصص لك في رزقك. تعال عايز 5 فدان، خد 3، خد 10، خد 20، 100، 200، 500، اللي انت عايزه هنوفره لك بفضل الله سبحانه وتعالى. البلاد دي حلوة، البلد دي نظيفة، البلد دي عادتها حلوة، البلد دي ما تلوثتش، البلد دي امن وامان، مفيش سرقة هنا. اما نسيب العربية مفتوحة. وليد اللي هو كان شغال معايا في الارض بيحرد مع عربية اللي هي زي ملاكي كده بتسموها تمناية. كان طالع بالجرار وساب لي العربية قدام المكتب، لأن عربيتي تتصلح، وساب المفتاح في العربية. فجيت الصبح خدت العربية ورحت له، قلت له لا غلط كده يا وليد، بعد كده يبقى حط المفتاح في حته. قال لي يا عم الدنيا أمان هنا. وليد من قرية اللي هو صبيح دي. فالمقصود طبعا انا كده بوريكم الطريق من الفرافره اللي هو صبيح. المقصود ان احنا هنا في امن وامان وفي خير،
وفي نعيم. ما تخليش الفرص دي تروح منك. انا رحت في مطوبس، كنت في زياره، كنت بشتري جرار وبزور صديق هناك وشارع ارض عندي واشترينا جرار. المهم لقيت هناك الفدان المزروع المانجا بيعمل 5 مليون جنيه، لقيت فدان الفاضي هناك بيعمل 2 مليون جنيه. احنا عندنا في المحل الفدان بيعمل 1.5 مليون، في بعض الحتت بيعمل. طب ليه يا جماعه؟ طب ما تبيع الفدان ده وتيجي تاخد هنا مثلا في اللي هو ب 40,000 ده تاخد كام؟ ال10 ب 400,000، ال10 فدان ب 400,000، ال20 ب 800,000، بالمليون تاخد 25 فدان. طب معاك 2 مليون تاخد 50 فدان، بتمن الفدان عندك تيجي تاخد هنا 50 فدان. لو عندك الفدان بيجيب 20 أرداب قمح وهنا بيجيب 15، فأنت هنا احسب بقى 25 فدان. لو قلنا حتى معاك الفدان عندك بمليون بس مش بمليون ونص، وهنا خدت 25 فدان، في 15 أرداب. كتير قوي يا جماعة، مش عارف أحسبها صراحة عشان أنا بسجل فيديو. فتحسبها كتير كتير، 25 في 15 قول 25 في 10 بكام؟ والله ما انا عارف. المهم شوف هنا المدارس اهو وانت في الطريق، مدارس في هنا كل حاجة حلوة، في هنا الخير، في هنا الأمان، في هنا الرحمة، في هنا الجو نضيف، الجو جاف ما تلاقيش ميكروبات. يعني في أنا يعني كنت في كورونا، بداية تفكيري في الوادي الجديد كنت في كورونا بفكر أهرب عشان محدش يعديني. الناس هنا طبعا قليلين جدا فهيبقى في تباعد اجتماعي، وأنا خواف شوية. في كورونا كنت كاتب على الباب محدش يزورني يقول لي تعبان يقول لي وانا اروح ازور، انا كان محدش يزورني. فكون لا اسمع عنه ان هو تعبان اروح اديله يعني علاج في السبت كده. يعني المهم ان انا يعني حابب الوادي الجديد عشان فكرة الجو الجاف، الجو الحار، مش حر يعني حر، لا ازيد من عندنا درجتين، بس الجاف ده ما فيهوش رطوبه، ما فيهوش امراض يقتل اي ميكروب. اخوكم محمد محلاوي بيدعوكم تجوا الفرافره، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله.